ازيكم؟ انا ندى انسه وعندي 23 سنه، محتاجه مساعدتكم ليا في اتخاذ قرار مصير في حياتي. انا معايا مؤهل عالي من عيله ميسوره الحال. الحمد لله والدي مش مخليني محتاجه اي حاجه، كل اللي نفسي فيه بيحققهولي والحمد لله وبالزياده كمان. خلال دراستي الجامعيه اتعرفت على زميل ليا، حبيته وحبني، وعدني اننا لما نخلص تعليم هيتقدم لي ويطلبني للجواز. بالفعل بعد ما خلصنا تعليم اتقدم لي، خاصه انه وحيد والده ومامته، يعني ما عندوش فتره تجنيد، لكن للاسف والدي رفضه. قال له ان بنتي مش ما بتفكرش في الجواز حاليا، وكان رفضه ليه بالشياكه عشان ما يجرحوش. بعد ما تقدم لي ووالدي رفضه، قلت لوالدتي انا موافقه عليه وده الشخص اللي انا عايزه يكون شريك حياتي واكمل معاه بقيه عمري. طلبت منها انها تكلم والدي وتقنعه وتعرف منه اسباب الرفض ايه. والدتي كلمت والدي وقالت له بلاش نقف ضد اختيارها، هي بنتنا الوحيدة ودي هي حرة في اختيارها لأنها هي اللي هتعيش معاه مش إحنا. والدي رد عليها وقال لها إن الشاب ظروفه المادية على قده، وكمان عايز يتجوزها في بيت بالإيجار لأنه مش هيقدر يوفر لها شقة تمليك. قالت له أهم حاجة أخلاقه وإن أهله ناس طيبين. رد عليها وقال لها إنها مش هيأكد بنتي أخلاق ويعيشها بالأخلاق ويصرف عليها أخلاق، أنا أضرب مصلحتها وعارف مصلحتها فين كويس. ورفض أي نقاش مع والدتي وتمسك برفضه للعريس. اتجرأت أنا ورحت كلمت والدي بنفسي، رفض طبعا أي نقاش في الموضوع خالص. قال لي يا بنتي أنا مسؤول عنك وعن حياتك، أنا شايف مصلحتك أكتر منك، انت بتتحكمي بقلبك دلوقتي لكن انا بفكر بعقلي. ما قدرتش اتناقش مع والدي واقول له ان انا بحب الشخص ده. مرت ايام، طبعا والدي كان مصر على الرفض. تقدم لي واحد جارنا في البلد، اخلاق عاليه، حالته المادية ميسورة، صاحب تجارة، وطبعا عنده بيت ملك، أهله لحد ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عليهم قمة في الأدب والأخلاق. لكن أنا قلبي ميال للي حبيته خلال فترة الدراسة الجامعية. والدي مصمم على عدم جوازي منه، وفي نفس الوقت سايب لي حرية الاختيار بين الجواز من اللي متقدم لي حاليا. أنا في منتهى الحيرة ومش عارفة أعمل إيه، أوافق على اللي متقدم لي دلوقتي ولا أفضل مصممة على رأيي في الإنسان اللي حبيته وفكرت إن هو هيبقى شريك حياتي. يا ريت تنصحوني أعمل إيه. منتظرة رأيكم في الكومنتات. وبكده خلصت قصتنا النهارده.